بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا في سنة 2024 لو حضرتك حابب تشتري موبايل، وطبعا حضرتك عارف في ظل ارتفاع الأسعار دلوقتي لو انت بتدور على موبايل في حدود 5000 جنيه، يلا بينا اتفرج معايا على الفيديو الصغير ده. بنشرح لك فيه أسعار ومواصفات أفضل 3 موبايلات من حيث المواصفات يكونوا بحد أقصى 5000 جنيه في عام 2024. أحبائي وأعزائي متابعين قناة نتعلم معا في كل مكان في العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. واول موبايل معانا النهارده اسمه موبايل انفينكس. الناس اللي ما بتحبش سامسونج او بتحب تغير في الماركات، انفينكس دي ماركه جميله جدا وقويه جدا. الموبايل اللي معانا النهارده اسمه انفينكس سمارت 7. ده لو الناس حابه تتعرف على سعره في حدود 5000 جنيه او 4990 تقريبا. احنا في شهر 4 دلوقتي يا جماعه سنه 2024. كل سنه وانتم طيبين والعيد قرب. موبايل انفينكس سمارت 7 سمارت 7. طيب حجم الشاشه، الناس طبعا الموبايل، طبعا اي موبايل بيبقى له مواصفات كتيره جدا، لكن انا بجيب لكم اهم المواصفات اللي بتهم اي حد بيشتري موبايل. بيبقى اول حاجه بيسال عليها حجم الشاشه، زي ما انتم شايفين قدامنا. حجم الشاشه 6.6 من 10 بوصه، وده حجم جميل جدا ومناسب جدا لمسكه الايد، بيبقى كبير وحلو. حجم الشاشه 6.6 من 10 بوصه. الشرايح اللي في الموبايل 2 شريحه. نظام التشغيل اللي بيجي مع الموبايل اندرويد 12. الكاميرا الأساسية اللي هم بيسموها الكاميرا الخلفية تقريبا، اللي هي مواصفاتها 13 ميجا بكسل، كاميرا ثنائية دول. طبعا لما بتيجي تصور بيها فيديو بيبقى ريزوليوشن او الدقة بتاعت الشاشة بتوصل لحد 1080، ودي حاجة كويسة جدا. الكاميرا السيلفي اللي هي الأمامية اللي في وش المستخدم 5 ميجا بكسل، ودي برضو مش وحشة. الذاكرة الداخلية بتاعت الموبايل ده، موبايل انفينكس سمارت 7، 64 جيجا سعة تخزين، وده برضو مش عالي قوي وبرضو مش قليل قوي، يعني مناسب للسعر. الرامات او سرعة الجهاز 7 جيجا، وده حلو جدا. 7 جيجا رامات سرعة الجهاز. البطارية، والناس طبعا اهم حاجة بتطمن على البطارية، هل هي بتعيش معايا وبتقعد ولا لا. بطارية الموبايل ده 5000 ملي أمبير، وده مناسب جدا وبطارية قوية يعني على السعر، والسعر جميل جدا. يلا بينا نخش على الموبايل اللي وراه. والموبايل التاني اللي معانا النهارده اسمه، الناس اللي بتحب سامسونج بقى مش هنساهم، سامسونج جالاكسي A 04. سامسونج جالاكسي A04. بس سامسونج طبعا معروف ان بيبقى سعره او مواصفاته بتبقى اقل من اي مواصفات ماركة تانية على نفس السعر، فبالتالي عشان هو طبعا ماركة مشهورة وكبيرة. بس طبعا دلوقتي مش عارف، يعني انا بحس ان في ناس كتيرة ما بتفضلش سامسونج عموما. يلا بينا نخش على مواصفات الموبايل اللي معانا النهارده، سامسونج جالاكسي A04. سامسونج جالاكسي A04 ده سعره 5000 جنيه. حجم الشاشة 6.5 بوصة، زي ما احنا قلنا برضو مناسب وجميل زي كل الموبايلات. نظام التشغيل بتاعه اندرويد 12. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، ودي طبعا متفوقة جدا وجميلة جدا. الكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل. الذاكرة الداخلية 32 جيجا ذاكرة داخلية. زي ما احنا شايفين بيبقى فيه مواصفات متدنية شوية، 32 جيجا. الرامات 3 برضو، يعني مش عالية قوي، الرامات 3 جيجا. والبطارية 5000 ملي أمبير. فبرضو يعني الناس اللي بتحب سامسونج، الموبايل ده تحت ال 15 تحت ال 5000 جنيه، وموبايل مناسب جدا. ويلا بينا بقى نخش على موجة العصر اسمها ايه بيسموها الموضة بتاعت العصر، شاومي وريدمي والحاجات الجميلة ديت. موبايل شاومي ريدمي A1 بلس. يلا بينا نخش على مواصفاته. الموبايل ده الشاشة بتاعته 6 و52 من 100 بوصة، يعني نقول 6.5 بوصة. الشرايح اللي فيه 2 شريحة، بيسمح لحد 2 شريحة تحطه في الموبايل. نظام التشغيل اندرويد 12 جو اديشن، اندرويد 12 جو. الكاميرا الاساسيه 8 ميجا. الكاميرا السيلفي 5 ميجا. الذاكره الداخليه 32 جيجا سعه التخزين. والرامات بتاعته 2 جيجا. والبطاريه بتاعته 5000 ملي امبير. زي ما قلنا برضو السعر بتاع الموبايل دوت 5000 جنيه.
أعزائي وأحبائي متابعين قناة نتعلم معا في كل مكان في العالم، أتمنى يكون الفيديو دوت بتاع النهاردة اللي هو الفيديو القصير دوت كان مفيد لحضراتكم، وإداكوا برضو يعني فكرة عن الموبايلات اللي موجودة حاليا، وإداكوا برضو مساعدة كده أو بوشنج إن أنت تبتدوا تعملوا سيرش أو بحث عن الأنواع ديت وأنواع تانية في مواقع تانية كتيرة. وبالتوفيق في اختيار الموبايل اللي أنت نفسك تشتريه، وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم. وأتمنى ما تنسوش اللايك والشير، واكتب لنا في الكومنتات اذا كان الفيديو بتاع النهارده مفيد ليك او فيديو وحش. انا برحب باي كومنتات. اشكركم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.